السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا جماعة دي حاجة بس حابين ننوه عليها. يعني الرسالة اللي بتاع الرخام في اختراع اسمه قلم رصاص، زي ما انتم شايفين بتاع الرخام معلم في الحيطة مبوظها لنا كلها، ومهما تدهن فيها بتطلع معاك تاني. لازم طبعا تتعزل لاكيه وشغل تاني كده. طب انت ليه اصلا تعلم بالقلم الفلوباستر؟ يعني انت واخد لي في كل حتة بالمنظر ده اهوت، تمام اهوت، وتحت كمان اهوت، واخد الشبه بتاعه بالفلوماستر. طب ما في يا عم الحاج اختراع اسمه قلم رصاص، ما تعمل بقى قلم رصاص زي ما انت مشخبط هنا اهوت، عاملين الحيطه كشكول او اكنه اجنده، انت كاتب على الحيطه اهو بقلم رصاص. طب ما تشتغل يا عم كله بقلم رصاص اهو زي ما احنا شايفين بالصلاه على النبي كده، واخد الحيطه كلها عاملها لك خريطه اهوت. كل ما ننزل واخد الشغل بتاعه كله بالقلم الفلوماستر. وطبعا الفلوماستر ده كل ما يندهن بيطبع تاني وبيطلع تاني معانا، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله يعني. لا وساعات بقى يحب يجيبوا ألوان، ممكن يجيب أزرق وأحمر وأصفر، بيحب يلون في الحيطة. يعني هو مثلا ما حققش الرغبة بتاعته في أيام الطفولة، فجاي يحققها هنا، جاي يتعلم الرسم معانا في الشغل بتاعنا. طب أنت ليه تأذي غيرك؟ إحنا ما بنأذيكش. ليه أنت تيجي تبوظ لنا الحيطة وتعملها لنا سبورة بالمنظر ده؟ اهو هنا هو طبعا دخل وشنا اتنين مش هيروح، لازم ياخد سنتين الاول او يتعزل. اهو هنا برضه راسم اهوت بالقلم الرصاص بالقلم الفلوماستر. اهو هنا برضه راسم اهو بالفلوماستر. فيا ريت يعني زي ما احنا بنحافظ عليك وبنتعب في الشغل بتاعنا، انت برضه ما تأذيناش في الشغل بتاعنا. يعني احنا بنحافظ على شغلك، انت برضه تحافظ على شغلنا، لكن مش تيجي تحقق طفولتك هنا في الحيطة. يعني دايما في كل الشغل بنلاقي كده، بس هو هنا طبعا يعني مزود العمل شويه. دايما بنلاقي بتاع النجار تلاقيه واخد شغل على الحيطه، بتاع السيراميك، بتاع الرخام، بس مش بالطريقه ديت يعني. فاحنا بس يا جماعه حبينا ننبه على الحاجات ديت. يا ريت اي صنايعي شغال بتاع رخام بتاع سيراميك بتاع نجاره، اما تيجي تاخد الشبل بتاعك او اما تيجي تعلم، علم بقلم رصاص، احنا نعرف نشتغل عليه على طول. لكن الفلوماستر ده يعني مصيبة في الحيطة، مصيبة بمعنى الكلمة. يعني انت طبعا مش في دماغك، انت شديت خط وخلاص وعلمت علامة، مش فارقة معاك، ما تعرفش اللي بعد كده عشان يدور الخط بتاعك او العلامة ده هيعمل ايه او هتتعبه ازاي. طب انت ليه ما استلمناك الحيطة نظيفة، انت رخص سلمها لنا نظيفة. زي مثلا ما يجيش بتاع السيراميك تلاقيه شغال يقوم خابط المسطرين في الحيطة، يقوم منقرها كلها، او القصعة اللي معاه مثلا فيها منى زيادة عايز ينضفها يروح رازعها في الحيطة، الكوريك اللي معاه فيه شوية منى عايز ينضفه يروح رازعه في الحيطة. ما تفرقش بقى معاها الحيطة متأسسة سكينتين 3 4 واقفة على التشطيب، ما يشغلوش الكلام ده. المهم عنده ان هو ينضف الكوريك وينضف المسطرين بتاعه، ينقر الحيطة كلها بقى ما تفرقش، يخمر جنب الحيطة ما تفرقش. فطبعا ديت سلبيات بتاعت صناعية كتير بتزعلنا احنا، لان احنا اللي بنشطب واحنا اللي بنشيل المشاريب كلها في الاخر. فاحنا حبينا ننوه ليها. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.